اهلا بيكم في فيديو جديد من فيلم ترند مع مراجعه على سلسله افلام ذا ميز رانر. ذا ميز رانر هي سلسله افلام تتوافق بشكل ما مع روايات اليونج ادلت اللي تم انتاجها وتجسيدها في افلام ناجحه جدا على المستوى التجاري زي سلسله افلام هانجر جيمز وذا جيفر، وهي في الاساس من الادب الكلاسيكي المجازي اللي بيتكلم عن اليوتوبيا المخيفه. فقصتنا هنا بتتكلم عن مجموعه من الشباب كونوا عالم مثالي بشكل مخيف جدا، فقدروا يكونوا قيادتهم الخاصه ويبنوا كمان قواعدهم الخاصه، وكان في اعتقادهم دايما انهم حققوا نظام سليم يتميز بالمثاليه. ومن هنا تنطلق احداث فيلمنا، وحابب اقول لك انا كمان ان انا من هنا هبدا احرق جزء من الاحداث مش حرق كلي، فبكل تاكيد لو ما شفتش العمل اتفرج عليه الاول وبعد كده ارجع شوف المراجعه، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتتاكد انك مشترك في القناه. ويلا بينا نكمل موضوعنا. مع تطور الاحداث بيظهر شخص يظهر عليه علامات استفهام كتير جدا، ودايما حاسس بتوهان وكمان مش فاكر اسمه حتى، دايما مرتبك. اجبرته الظروف بانه يلاقي نفسه على مصعد الشحن اللي بيبعت الامدادات الغذائيه للشباب. مع تطور الاحداث هنا ودخولنا في اشتباكات بغرض الاثاره وكسر الملل بيبدا يفتكر اسمه، ونبدا نعرف كمان ان اي حد بيجي هنا بيحصل له زي فقدان مؤقت في الذاكره. بنعرف ان اسمه توماس. طبعا توماس هو مش عارف وصل للمكان ده ازاي وايه اللي بيحصل هنا وهم ليه موجودين هنا اصلا من الاساس، وبما انه هو اجدد واحد وصل للجلاد اللي هي الارض اللي موجودين عليها فبيضطر ان يثبت نفسه وسطهم علشان ما يبقاش مصدر للاهانه والمرمطه. ويبدا يقابل توماس هنا اكتر شخصيه جذابه وقياديه فيهم، وهي شخصيه ألبي. ألبي ده كان من اوائل الاشخاص اللي وصلوا للجلاد وهو الزعيم الفعلي ليهم. ونبدا بعدها نتعرف على باقي الشخصيات زي شخصيه نيوت اللي بتتميز ببعض الشر، وشخصيه جالي الشخصيه المتنمره، والطفل اللي بيتميز ببعض الحكمه تشاك، وكمان شخصيه مينهو اللي هو رئيس العدائيين اللي عندهم الجراءه بدخول فتحه الجدار واكتشاف المتاهه. وخلينا نقول ان ذا ميز رانر هنا تم استخدام طريقه للحكي فيها اعتقد اننا شفناها قبل كده، ولكن في شويه اختلاف هنا وتفاصيل مديه للعمل متعه الى حد ما. طبعا استخدام السي جي مدي للعمل طابع بصري ممتع بشكل مقبول، والسي جي اي هنا فيها حرفيه عاليه جدا في تصميم المتاهه ذات نفسها والقصور والتفجيرات والمروحيات. فطبعا في مجهود كبير جدا اتبذل هنا من فريق السي جي، على الاقل ما ادانيش طابع اني بتفرج على فيديو جيم. والجميل كمان ان تصنيف الفيلم او سلسله الافلام كلها هنا سلسله افلام ذا ميز رانر مصنفه بي جي 13، يعني مناسب للمشاهده العائليه بدون اي مشاهد خادشه للحياه، فده يضمن لك سهره لطيفه مع عيلتك. بيحصل تصاعد في الاحداث وتوماس بيخش المتاهه فعليا ويخش في مغامرات بتسبب خطر عليه وعلى اصدقائه، مع العلم ان تم تنبيهه اكتر من مره بعدم الدخول. وده اداني احساس بان الكتابه متكروته بشكل مش طبيعي لانها غير مبنيه على المنطق. فشخص زي كده لما ياخد الريسك بدخول المتاهه ومعاداه الوحوش اللي جواها واللي بكل تاكيد هتسبب لهم دمار لمقرهم الامن، فهنا في حاجه غلط. يا اما هو يعرف حاجه زمايله ما يعرفهاش عن المتاهه وده شيء مش منطقي لان هو اجدد واحد فيهم، او هو مجنون، او كان المفروض يتعمل خطط متفق عليها لاقتحام المتاهه لكنه يقتحم المتاهه لوحده مع تحذيره اكتر من مره ويعمل ده. فانا شايف ان دي رؤيه الكاتب انه عايز يوضح انه شخصيه تتميز بالشجاعه، وطبعا ده شيء مش منطقي. وانا مدرك ان احداث السلسله كلها غير ممنطقه، بس على الاقل القوى البشريه تكون منطقيه، نلمس شويه على طبيعه البشر. ومع ظهور قوه توماس هنا للمواجهه بيظهر معارضين ومؤيدين ويحصل بينهم صراع من اعنف ما يكون، الى ان يستمر توماس في مواجهته لوحوش المتاهه بحثا عن الحريه. فبناخد تقريبا الفصل الاول والثاني على نفس الوتيره دي مع دخول شخصيات جديده وربط الفرق المعاديه لبعضهم في الفصل الاول علشان نكون منها فصل تاني للقصه. ولكن اوكي مفيش مشكله، بنخش في مغامرات جديده والدنيا بتمشي تمام، وكمان بندخل الزومبيز في الموضوع والدنيا بتكون مور انترستنج، واحداث القصه بتسخن اكتر، وكل شويه نفقد شخصيات معينه بنحبها ونتعلق بيها علشان نخلق حاله دراميه تاثر في احداث القصه. بس طبعا لا منطقيه هنا هي الاساس في تكوين قصه زي دي. الهدف الاول والاخير منها انك تستمتع بوقتك، وبكل تاكيد واسبال مخرج العمل نجح في ده. هتستمتع بالاشتباكات والتفجيرات والحماس بيعلى بشكل مش طبيعي، والحماس هنا بيعلى بشكل مش طبيعي. فالعمل هنا ممتع للمشاهده لو انت عايز تضيع وقتك في حاجه مسليه مش اكتر. وبس كده هنا بكون وصلت لنهايه فيديو النهارده. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وبكل تاكيد ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.